بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم غالياتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا كامل في صحة جيدة. طليت عليكم غالياتي بواحد الحلوة من اروع الوصفات تاع الحلويات اللي ممكن تجربوهم. هاد لي باكات بواحد العجينة فقط ببيضة واحدة. كما راكم تشوفوا هذيك لاباط صدقوني راح توليو معتمدينها وما تزيدوش كامل تبدلوها. العجينة تجي تذوب في الفم، يجوا مبسسين ويجوا يذوبوا في الفم، وكذلك ما تتخسر معكم حتى حبة، يعني ما فيهمش كامل التكسار. بالنسبه لهذيك العجينه تاع لي باركات فقط ببيضه واحده راح تتحصلوا على 36 حبه، يعني كميه ما شاء الله بواحد الحشو رائع رائع جدا. والاهم اني جبت لكم هذا الحلوه بدون شوكولا، بما انه راهي سخانه يعني وتخافوا هكا ديروا في مناسباتكم حلويات بالشوكولا وتذوب معكم، لذلك درت لكم يعني هذه الوصفه بدون شوكولا. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. نقولوا بسم الله وعلى بركه الله. فضلا وليس امرا حبيبه قلبي، ما تنساوليش هذيك اللايك ودعموني، يعني دعموا الفيديو بهذيك المشاهده الكامله فضلا وليس امرا. هنا في ريسيبيون ضعت فيها 200 غرام تاع المارغرين اللي تكون طريه بدرجه حراره المطبخ. عندي هنايا حبه نتاع البيض تكون بحراره الغرفه. عندي هنايا 2 ملاعق كبيره من السكر الرطب ولا سكر غلاس. بالنسبه للسكر الناعم لازم تغربلوه مسبقا. راح نحتاجو هنايا كميه من لافاني، الرشه تاع الملح، تجيبوا هنايا الباتور ولا الضراب اليدوي اللي هي الفوي، يعني تقدروا غير بالفوي تخلطوا هذا مكان. هنايا نخلطوا جيدا هنايا كل هذه المقادير مع بعض حتى تتجانس. نجيو هنا غالياتي للفارينه. كما راكم تشوفوا هنا العجينه هذه سهله مهله. ضفت هنايا كاس نتاع الفارينه اللي كنت غربلتها، نصف ملعقه صغيره كامل، شوفوا الملعقه راهي الصغيره كامل، نصف ملعقه صغيره خميره الحلويات. نجيو هنايا بالنسبه للكاس الثاني نبدا نضيف فيه على دفعات، وفي نفس الوقت راني نطم في العجينه نتاعي. كما راكم تشوفوا العجينه هنا غالياتي حاولوا انكم كي تكونوا تطموا فيها باصابع اليد تاعكم هذا مكان، ما تعجنوهاش. راح نعطيكم هنا كذلك المقدار المضبوط تاع الفارينه. كملت هنايا الكاس الثاني، روحوا هنايا للكاس الثالث، راح تشوفوا شحال ديت من الكاس الثالث، روحوا معاه غير بالعقل. هيا حبيباتي اللي عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم متبخلوش عليا من دعمكم، خليوا لي هذاك اللايك رايح يعاون الفيديو باش ينتشر لاوسع نطاق. يعني اليوتيوب لما يشوف الاعجابات في الفيديو رايح يعني يبارطاجي هذا الفيديو ويستفادوا منه اكبر عدد من الناس، وكذلك تحفزوني يعني باش نجيب لكم كل حاجه تحبوها. شوفوا راني كملت الكاس الثالث يعني كامل حتى تحصلت على عجينه تكون طريه، يعني ما تيبسوهاش، قوامها يكون شويه طري شويه طري، اقل من لاباط صابلي. لاباط صابلي يعني العجينه تاعها تكون شويه ناشفه على هذه العجينه. نجيبو هنايا غالياتي هذا القوالب تاع لي باركات. كما راكم تشوفوا انا هنا عندي شكلين كما راكم تشوفوا. نفتحهم هنايا بهذه الطريقه. بالنسبه غالياتي لهذا القوالب راهم ما يلصقوش، يعني ما تدهنوهم ما والو، مباشره ترفدي هذه العجينه راح يعني تطرحيها يعني في ليمول تاوعك، طيبيهم ما يصرى لهم والو. والحاجه المليحه كامل يعني كذلك في هذه الوصفه ما تدخلوهمش كامل للمجمد، يعني كاين وصفات لازم ندخلوا هذيك لاباط للمجمد تقعد يعني لازم حتى نص ساعه هكاك في المجمد باش نروح نطيبوهم. هذه العجينه ما تخافوا منها ما والو، سهله مهله، قسمه يعني توجديها مباشرة تروحي تعمري الليمون تاوعك. هنا غالياتي كما راكم تشوفوا يعني كنتو تشوفوا كلش عند عينيكم، حاجه سهله بزاف. يعني ليمون هذا ما يحتاجوش كامل وقت ولا كي تكونوا تعمروا فيهم. هنا غالياتي راح تجيبوا هكا كيردون، تحاولوا انكم تبيكيو العجينه تاعكم بهذه الطريقه، راهي فيها كميه قليله من الخميره ما تخافوش منها. كيما راكم تشوفوا تحطوا الليمون تاعكم في بلاطو، تدخلوهم الفرن يكون سخون من قبل، طيبوهم على درجه حراره متوسطه من الاسفل فقط، ما طيبوهمش كامل من الفوق. راح يديو معاكم يعني كيما راكم تشوفوا يصفاروا معاكم، طيبوهم كيما لاباط صابلي. شوفوا غالياتي العجينه عفوا هنايا لي باركات تاعنا راهم سخونين، مباشره نجيو نديموليوهم، يعني قسمه واحد الخمس دقائق تبداو تجيو ديموليوهم. كيما راكم تشوفوا تقلبوا المول تاعكم راح تتنحى معاكم بكل سهوله، ما يلصقوش نهائيا. جربوا هذه الوصفه وعينيكم مغمضين ما يتكسروا لكمش، يعني الوصفه هذه راها رائعه جدا. ديروها في جميع يعني القوالب، اي قوالب متوفرت معاكم ديروا بهم. كذلك هذوك تاع القنيدلات هذوك تاع بكري كذلك هذه الوصفه تنجح فيهم بربي. ان شاء الله راح نشارككم كذلك بواحد الوصفه تاع القنيدلات، وصفه من الزمن الجميل بربي. ان شاء الله راح نشارككم بالوصفه في الاعداد القادمه. فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه باش تلحقكم الوصفه.
هنا حبيبات قلبي كما راكم تشوفوا راح نجيو نحشيو لي باغكات تاوعنا. عندي هنايا كميه من الكاوكاو اللي كنت درت له تحويل الكاوكاو الى من مذاق الكاوكاو الى مذاق اللوز. الوصفه راهي كاينه في القناه. هنا خلطت له غير كميه قليله برك من الجوز، يعني دششتهم هذا ما كان، يعني راح يكونوا كونكاسي الاطراف يعني تاع المكسرات تاوعكم يكونوا مدششين، يعني ما يكونوش ما ترحيوهمش في الرقيق، تقدري مام يعني في الاشوار ضربه واحده وتحبسي لهم يكون، ولا كيما تقدري تفوتي لهم غير بالحلال، يعني تخبطي هكا في ساشي ولا راح يتكسروا معاك. بالنسبه غاليتي بواش كنت يعني لميت المكسرات تاوعي، كنت لميتهم بطوفيا كراميل صنع منزلي. بالنسبه لطوفيا كراميل راها كاينه وصفات عديده جدا في القناه، راهم وصفات ناجحه 100%. وراني كذلك كنت حطيت لكم وصفه الطوفيا كراميل هذه، يعني اللي خدمت بها هذه الوصفه كنت حطيتها لكم في قناتي الثانيه الشيف ام سراج الدين الشاويه 2. راح نخلي لكم رابط الوصفه في اول تعليق مثبت وكذلك في صندوق الوصف. هاي لكم هنا غالياتي يعني هذاك الخليط تاع الطوفيا كراميل مع المكسرات. حكمت هنايا لي باغكات تاوعي، درت لهم كميه من شوكولا اتارتيني كما راكم تشوفوا. كذلك بالنسبه للوصفه تاع شوكولا اتارتيني راهي كاينه في القناه الاولى وكذلك القناه الثانيه. راح نخلي لكم الروابط تاع هذه الوصفات في اول تعليق مثبت وكذلك في صندوق الوصف. هنا غالياتي بالنسبه للخليط تاع الطوفيا مع المكسرات، هنايا كاين حبيبه درت لهم غير طوفيا مع مكسرات، كاين حبيبات درت طوفيا مع مكسرات مع كميه من القطايف اللي يكونوا محمصين. انا كنت يعني شريتهم من برا. هنا كما راكم تشوفوا كيفاش نجيو نعمروا لي مول تاع ولا عفوا نعمروا لي باغكات تاعنا. ديروا كميه من شوكولا اتارتيني، ديروا هذاك الخليط تاع الطوفيا مع المكسرات مع القطايف اذا حبيتوا، تحطوهم في لابوش وتعمروا لي باغكات تاعكم. من بعد مباشره تغطسوا لي باغكات تاعكم في القطايف. اللي ما تحبش القطايف تقدري تغطسيهم في المكسرات يكونوا مرحيين شويه في الرقيق. هذه هي. اللي تحب تقلاصيهم بالشوكولا كيما تحبي. انا حبيت قلت لكم الوصفه تاع الحلوه تاع نهار اليوم حبيتها تكون بدون شوكولا كيما يعني طلبتوا مني، حبيتوا مني وصفات تاع حلويات يكونوا بدون شوكولا وانا لبيت لكم يعني طلباتكم. شوفوا هنا غالياتي قلت لكم كاين جزء عمرته كما كنتوا تشوفوا، والجزء الثاني كنت في هذاك الحشو درت له كميه من القطايف المحمصه. هذه غالياتي. بعد ما يعني تعمروا لي باغكات تاعكم قلت لكم تغطسوهم سواء في القطايف المحمصه سواء في الكاوكاو يكون محمص ومرحي في الرقيق كامل، ولا مكسرات نتوما واش توفر معكم. اللي تحب تقلاصيهم بالشوكولا يعني تغطسي الحبه هذيك في الشوكولا، لكن الحريه حبيبتي. كاين حبيبات درت لهم زيكزاك بالشوكولا بيضاء، وكاين حبيبات خليتهم هكاك سامبل. بالنسبه هنايا يعني في الوسط تحبوا تحطوا حبه تاع جوز، تحبوا تحطوا هكا حبه تاع كاوكاو. انا حبيت الوصفه تاعي يعني تكون اقتصاديه وكلش صنع منزلي، درت لكم حبه تاع كاوكاو هذا ما كان. نقسم هنايا معكم غالياتي لي باغكات تاعنا. شوفوا لي هذاك الحشو كيفاش يجي طري ومعسل ما شاء الله، يجي يذوب في الفم. كذلك هذيك لاباط تاع لي باغكات تجي تذوب ذوبان، وكذلك ما تتكسرش يعني كي تكونوا ديموليوهم ولا ما تتكسرش معكم الحبه نهائيا وتجي تذوب في الفم. نتمنى ان شاء الله وصفتي لي نهار اليوم تكون عجبتكم. فضلا وليس امرا اضغطوا لي على زر الاعجاب، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.